كانت لنا حكايات دايم معاها هنا يحكي عن انتصارات لو صدر كانت انزرع منكم ناخد شهادات شعبه في مصر وبرع في حاجات كتير وحاجات الصوت يرن في الدرع تطلع منهم قلبات في وسط اهل وغلا انا عند حسن صفات يا مصر فوق واعتبر فتقول اوانك فات معايا جاي خبر وانا جاي من دمياط منوفيه منها القمر منوفيه حلويات واللي ما عنده نظر هنقول له منه هات نور وفاز وانتصر والله اللي زيه ما مات تحيه للي يعتبر سيدي انور السادات. الحكايه دي حصلت معايا من 25 سنه وانا جاي من العراق وبتعشى في النظام الجديد اشوف معامله غير اللي اتعاملتها في مطار القاهره. من 25 سنه كنت راجع من العراق، كنت اول مره اسافر، كنت تعبان من الفراق، كنت فرحان وانا نازل على ارض المطار، كان كل شيء وحشني، قلبي دايب عقلي طار. اول ما نزلنا لقيتني على ارض مصر، رحت ساكت على البلاط وقلت مصر هنا ومحد يقدر يعصرني عصر. لحظه وبعدها الاطمئنان لقلب بشكل، ولقيت الثقه في نظامنا بقيت على المحك. لما البيه خد جوازي وبص فيه اتغيرت تعابير في وشه، شك ومليء. انت عدنان الزراجي؟ قلت لا. قال لي انت ولا مش؟ وزق زقه. قلت يمكن جاي يهزر منه رقه لكنه كان مكشف. صابتني حرقه. قال لي روح اقعد هناك اوعك تاني من حراك لحسن هتكون في اندعاك. رحت قاعد جنب حيطه جنب ناس قلبينها زيطه شويه ومعاهم كلاب وما تعرفش مين الكلاب. كانوا نازلين ضرب وسباق، الضرب ما تعرف منين. وانا قاعد بين نارين لا قادر اعرف التهمه ايه ولا شايف سعاده البيت. بعد يجي 4 ساعات لقيته جاني وبثبات وعينيه مليانه طلقات وكانها مسدسات. بص لي مش بص عادي، بص ما يبصوش عادي. راح رامي الجواز في وشي قال لي تاخد بعضك وتمشي، اوعى اشوفك مره تانيه. شعب اصله ابن تانيه حتى ما عرفتش ابص، خفت يضرب او يقص. خدت بعضي من ايديا مني كنت خايف عليا، قلت له يلا يا بعضي نخرج اكيد مش هي ارضي. قال لي ليه تسكت له ليه؟ انت كنت عملت ايه؟ قلت له اسكت بلاش. راح باصص لي باندهاش قال لي ليه انتهالي؟ قلت يمكن مش بلادي يعني وبلاش من عنادي، احسن تروح مني في وادي. نخرج بره بعدين نشوف دي بلدنا ولا ضيوف. لسه بتحرك وهمشي لقيت رجله جت في كرشي، لقيت لكمات ماليه وشي. انت لسه برضه واقف؟ عايزين ونشوف لك مواقف. انت ولا هو؟ رد بعض يقوم بيوم هي فين راحه اللي رو؟ ده انت كنت زمان في دو. خدت بعضي تحت باطي قلت له لازم نطاطي، احسن البعيد ده واطي يقدر يسحبني ببساطي، يقدر يخلعني ببلاطي. اوعاك من سود البلاطي، دول مختارين وبعنايه هم اللي جابوا النهايه. لو جيت مره في يوم وتسال هيقولوا ما تقرب كفايه، هيقولوا ما تضيع زوايا. القياده وحطمتنا بهدلتنا كنت وبعرض قفايا. علمونا نمشي وكاشش وبيدة اتلفت ورايا. كنا خلاص ولبسنا طرحه لبسونا كمان ملايه. كنت بتسكر رجولتي متخفي تحت العبايه. كنت بحلم احط صورتي في الميدان مش في الخفايا. كنت بحلم بالشهاده او هتحفظني العنايه. المهم بمصر نطلع منها ونحوش الرزايا. لسه خارج من المطار لقيت لوحه من كبار، ولقيت على اللوحه اعتذار. اللوحه مكتوب عليها ادخلوها سالمين ادخلوها امنين. عرفت بس ساعتها فعلا اني اكيد في مصر. قلت له اللوحه لمين؟ رد بعضي وكان حزين دي اكيد ماهلينا، دي اكيد للسيحانين. قلت له ما انا دمي سايح. قال ما تمشي بلاش فضايح، ده انت جوه الخوف ورايح. انت بتزعق لي ليه؟ كنت تتشطر عليه، كان ماسح فيك
المطار والله عقلي مني طار. من يوميها حرمت فعلا اني اروح المطار. اخر حاجه ليا فيه هي صاله الانتظار. حتى لما كنت اسافر كنت بركب لو حمار بس ما اروح المطار، بس ما اروح